السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتير مننا لما بنصحى من النوم ونسأل أي حد حوالينا هو أنا نمت قد إيه؟ بتكون الإجابة بقالك 5 ساعات أو أكتر، وطبعا بتبقى مصدوم، إحنا ما كملناش نص ساعة من الوقت. من أول ما بنغمض عينينا ولحد ما نفتحها تاني بيمر الوقت بسرعة جدا. ساعات من الوقت بتعدي ما بنحسش بيها أساسا. بنحط دماغنا على المخدة من هنا وتلاقي المنبه بيرن من هنا، فيا ترى إيه السبب؟ أهلا بيكم. بس قبل ما نبدأ، لو لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل اشتراك وتفعل الجرس عشان توصلك كل فيديوهاتنا أول بأول. الوقت بالنسبة لنا كلنا على الأرض 24 ساعة، والساعة 60 دقيقة. انت بقى صاحي، نايم، فرحان، زعلان، الوقت ده ثابت بالنسبة للكل. الحاجة الوحيدة اللي بتختلف من شخص للتاني هي إدراكهم للوقت. وعشان كده في مقولة شهيرة لأينشتاين بتقول: ضع يدك على صفيح ساخن لمدة دقيقة وستشعر أنها ساعة، واجلس مع محبوبك لمدة ساعة وستشعر أنها دقيقة. المقولة دي بتوصف معادلة الوقت بشكل في غاية الدقة. إحساسنا بالوقت فعلا بيختلف بشكل جذري من موقف للتاني، وخصوصا أثناء النوم. وعشان نفهم إحنا ليه ما بنحسش بالوقت وإحنا نايمين، محتاجين الأول نعرف إزاي أصلا بنقدر نستدل على الوقت وإحنا صاحيين. في الحقيقة، مع إن الإنسان بيمتلك ساعة بيولوجية مرتبطة بأوقات النوم وأوقات الصحيان، إلا إن أجسامنا مش بتمتلك عضو حسي يقدر يراقب الزمن بشكل مباشر. الدماغ في الطبيعي بياخد المعلومات من الحواس الخارجية وينظمها مع بعضها عشان يقدر يدرك الوقت. ومن أحد العوامل إدراكنا الليل والنهار. ومش بس كده، كمان في الأحداث والحركة، سواء حركة الحاجات اللي حوالينا أو حركتنا إحنا من مكان للتاني، كلها عوامل بتدل على مرور الوقت، بل إن الزمن نفسه ما هو إلا مقياس للحركة. يعني على سبيل المثال، لو واحد قاعد في أوضته وبيقرأ كتاب واندمج شوية في القراءة، والأوضة اللي هو قاعد فيها ما فيهاش ساعة ولا موبايل ولا شباك مفتوح، وقتها هيبقى صعب جدا عليه إنه يقدر يحدد هو بقاله قد إيه بيقرأ، وده لأن مفيش حاجة مرجعية حواليه يستدل بيها على الوقت. نفس الشيء بالظبط بيحصل وانت نايم. أثناء النوم الدماغ ما بيسجلش أي حاجة بتحصل حواليه، وبيكون مشغول في عمليات الإصلاح والتجديد اللي جوه الجسم. وحتى الحواس الأساسية اللي بنستدل بيها على الوقت زي البصر أو السمع بيكونوا هما كمان متوقفين عن العمل أو شغالين بجزء صغير جدا. يعني من الآخر كده، وإحنا نايمين العالم بيتوقف عن الحركة من حوالينا لحد ما نصحى. وعشان كده بيكون صعب جدا على الدماغ إنه يقدر يتابع حركة الثواني والدقايق والساعات اللي بتمر عليه وهو نايم. طب هل بقى الموضوع بيقف لحد كده؟ في الواقع لأ، لسه في سبب كمان. من الحاجات اللي بنقدر نستدل بيها على الوقت هي صنع الذكريات. طب يعني إيه؟ يعني بالبلدي كده حكمنا على الوقت بيعتمد بشكل أساسي على الذكريات اللي كوناها في الوقت ده. يعني لو جبنا واحد وطلبنا منه يخرج من البيت ويروح يقضي شوية مشاوير، لكن بشرط إنه ما ياخدش معاه ولا ساعة ولا موبايل، وكمان ما يسألش أي حد في الشارع عن الوقت، هيقضيلنا المشاوير دي وبعدها هيرجع تاني. هنحسب احنا الوقت اللي هو قضاه بره البيت، وهنلاقيه هو ما يعرفش الوقت. ولو جينا سألناه: تفتكر انت قعدت بره البيت قد ايه؟ هنكتشف انه بيقولك ساعتين ونص او 3. ولو حاولنا نعرف هو ازاي قدر يوصل للرقم دوت، هيقولك والله قابلت الشخص الفلاني في مواصلات، وقعدنا نتكلم يجي نص ساعة، وقضيت حوالي ساعة في المكان الفلاني، وفضلت واقف يجي ربع ساعة على مركب، وهكذا. ومنها يقدر يكون صورة عامة عن الوقت اللي هو مر بيه. الموقف البسيط اللي حكيناه واللي بيحصل معانا كلنا بيدل على إن مقدار الوقت اللي بيمر نقدر نستدل عليه من خلال الأحداث أو الذكريات. بنرجع بقى للنوم مرة تانية. الدماغ ما بيسجلش أي ذكريات جديدة، هو ممكن يسبح في عالم الأفكار الموجود في الذاكرة، لكن دي كلها عمليات تجميع وترتيب للذكريات اللي عنده. لكن بالفعل مفيش أحداث جديدة بيمر بيها ولا ذكريات جديدة بيتم تسجيلها. وبالتالي الفترة اللي بنقضيها واحنا مغمضين لحد ما نصحى طبيعي اننا ما نحسش خلالها بمرور الوقت، وده لانه ببساطة مفيش ذكريات جديدة اتعملت. من العجيب بقى في موضوع الشعور بالوقت اثناء النوم ان في العادة الوقت بيمر بسرعة واحنا نايمين، لكن بمجرد ما ندخل في الاحلام العكس تماما هو اللي بيحصل. الوقت في الاحلام ممكن نحسه طويل جدا، بالرغم من انه في الحياة ما بيكونش كده. الباحثين بيقولوا إن مدة الحلم عند أي شخص طبيعي من 5 دقايق ل45 دقيقة، وفي حالات كتير الحلم ممكن يكون عبارة عن ثواني معدودة. الغريب بقى إنك ممكن تسمع واحد بيقولك: أنا حلمت إن أنا عشت في فندق 3 أيام كاملين وفاكر كل التفاصيل.
وواحد يقولك أنا سافرت بالطيارة من مصر لفرنسا وزرت برج إيفل واتصورت عنده. وبالفعل أحلام كتير من اللي بنمر بيها أحداثها بتبقى أكبر بكتير من وقتها الفعلي. طب وده كله بيحصل إزاي؟ الموضوع كله بيبقى متعلق بطبيعة المدخلات اللي بتروح للدماغ. هل هي معلومة حقيقية ولا معلومة تخيلية؟ يعني ببساطة في فرق إنك تبقى راكب عربية ومسافر من القاهرة لأسوان، وإنك تبقى قاعد على الكنبة في بيتك وتتخيل إنك سافرت من القاهرة لأسوان. في الحالة الأولى الموضوع هياخد منك حوالي 12 ساعة، لكن لو أنت بتتخيل الموضوع بس فالموضوع مش هياخد منك أكتر من 10 ثواني. وهو ده بالظبط اللي بيحصل في الأحلام. كل الأحداث اللي بنعيشها في الحلم ما هي إلا أوهام مبنية على أفكار أو ذكريات عندك. بتحكي لنفسك إنك رحت المكان الفلاني وعملت الحاجة دي. هتلاقي إنك مش محتاج أي وقت عشان تتخيل كل ده. عالم الأحلام الحركة فيه في غاية السرعة، وكمان وسائل المواصلات مش مقيدة بالقوانين الفيزيائية اللي موجودة في العالم الحقيقي. وعشان كده ممكن في الحلم تحس إنك عمال تسافر من بلد للتانية في الوقت اللي انت فيه في الحقيقة ما كملتش ساعة زمن نوم. ولو وصلت لحد هنا ما تنساش تعمل اشتراك وتفعل الجرس عشان توصلك كل فيديوهاتنا أول بأول.